السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات اقتصادية مع أم سيلين. اليوم البنات جبت لكم حلوة تقليدية، حلوة جزائرية بامتياز. جبت لكم مكعكات الطلية يذوبوا في الفم بحشو معسل ويقعد أطول مدة بلا ما يبس، مع طريقتي في تحضير كلاصاج يقعد أطول مدة بلا ما يبس لكم، يبقى طري. إن شاء الله بلا ما نطول عليكم نروح مباشرة للوصفة. برك قبل ما نبداو الوصفه البنات، الله يستركم اللي يشوف الفيديو اول مره يدعم القناه باشتراك ويخلي اعجاب للفيديو. صدقوني الفيديو هذا الصح تاعي، نتمنى برك انه التعب تاعي ما يكونش راح في الباطل. كما راكم تشوفوا البنات هنا واش درت. انا درت الوصفه التقليديه. كما قلت لكم الحلوه هذه حلوه تقليديه. درنا فيها 3 كيلو تاع فرينه، درت معاها مغرفه تاع لافاني وقرصه تاع ملح، وزدت لها كيلو تاع السمن هنا البنات كما شفتوني. درت كيلة تاع سمن ذايبة وباردة. سمعتوني البنات، لازم تكون باردة هكا، تكون قريب جامدة كيما راكم تشوفوا هنايا، وبداو طموا فيها هكا تضمنوا بلي الفرينة تاعكم ما تنحرقش علاه. كي يكون السمن سخون راح يحرق لنا الفرينة والكاطو تاعنا راح يجي يابس. وهكا البنات تضمنوا بلي الكاطو تاعكم يجي مبسس ويجي مطمن، ما راح يبس لكم. ومن بعد هنا بديت ندخل في داك السمن في الفرينة غير بصبعتيه، كيما راكم تشوفوا طمنوه كيما نطمنوا الفطير عادي غير بصبعتك. ومن بعد هنا البنات جبت كيلة غير ربع مخلطة، نص ما ونص مزهر، وبديت نلم في العجينة تاعي هنايا غير بصبعتي البنات. كيما قلت لكم ما تعجنوش العجينة، كيما قلت لكم البنات العجينة ما تعجنوهاش، شغل لموها غير بصبعتيكم برك عادي. ومن بعد هنا البنات بعد ما لميت العجينة نغطيها بصاشي. من الأحسن البنات إذا كان عندكم الوقت، العجينة هذه تقدروا تخدموها من قبل بليلة وتغطوها وتخلوها تريح، هكا حتعطيكم نتيجة أحسن وأحسن. بعد ما توزنوها كما شفتوني هنايا حتعطيكم نتيجة أحسن وأحسن. في حالة ما إذا كنتي مزروبة عليها خدميها وخليها تريح لك من نص ساعة حتى لساعة عادي. ومن بعد هنا البنات كما شفتوني بديت نوزن في العجينة تاعي، وزلتها 33 غرام. كما شفتوني بعد ما كملتها كامل غطيتها. شوفوا البنات الكيلة اللي كيلتها والوزن اللي وزنته يخرج لكم حتى 80 بحبة كما شفتوني. ومن بعد هنا البنات جبت الحشو اللي هو الكاوكاو 3 كيلات. جبت الحشو تاعي هنا البنات، انا بعد ما كنت رحيته شويه ما رحيتوش بزاف برك كان كيلو. من بعد كيلت 3 كيلات تاع كاوكاو مع كيله غير ربع تاع سكر كما شفتوني البنات. ومن بعد كي رحيته مليح حتى حسيت بلي هذاك الكاوكاو طلق كامل الزيت تاعو، والسكر ذاب لنا في هذاك الزيت. لازم تاكدوا بلي السكر يذوب باه ما يتحجرناش في الكاطو. ومن بعد هنا جبت لاغوم تاع اللوز، انا درت لاغوم تاع اللوز الحلو، كما تقدروا ديروا اللوز المر عادي اختياري. برك انا نبغي لاغوم تاع اللوز الحلو مثلا. كي تاكلي الكاطو تاعك تحسي روحك تسبني في اللوز ماشي في الكاوكاو كيما راكم تشوفوا البنات هنا. درت لهنا البنات درت جوج مغارف تاع السمن، حتى في التالي زدتهم ملعقه، نسيت ما قلت لكمش عليهم. من هكا بتظنوا بالحشو تاعكم يبقى لكم مطري. ومن بعد بديت نوزن في الكاوكاو تاعي، شكلته حرابش وزنته 20 غرام وغطيته وحطيته بجيه. ومن بعد هنا وليت العجينه تاعي البنات بديت نشكل فيها بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. ما ترولي خرجي هذاك اللي هو اللي فيه باش ما يجيكم الكاطو تاعكم ما يجيش منفخ. بنفس الطريقه البنات كملت كعكه تاوعي، شكلت حربوش كما شفتوني. ومن بعد نغلق من الجهه ونفتح بالجهه الثانيه وندخل الجهه المغلوقه ونشكل الكيكات تاعي عادي طريقه عاديه. وحطيتهم في ما شفتوني يعني في ليمول تاعي. حال ما اذا وزنتي 33 غرام من الاحسن ديري في هذوك ليمول اللي فيهم هذا المول اللي تشوفوا فيه البنات اللي فيه من حبات. يولم بزاف كي توزني 33 غرام تجيكم الحبه تجيكم قد. ومن بعد البنات بعد ما كما شفتوني ثقبتهم غير بليكيردو، طيبتهم على الجهتين. بعد ما حمروا هنا البنات شوفوا لا كاين حبه حمروا لي شويه برك حسيهم، وما تخليش الكوشه تشربهم لك، ما تخليش الفور تاعك يشربهم لك. وهذا هو الشكل تاعو كيما راكم تشوفوا. نروحوا للكلاصاج كيما راكم تشوفوا هنايا جبت كيله تاع مزهر مع كيله تاع حليب ومع نص كيله تاع قارص. القارص سمحوا لي هنا البنات ما باش،
ودرت معاها 2 مغارف تاع زيت. أنا نظري البنات كيفاه ندير كيلة تاع زيت مع كيلة تاع قارص مع كيلة تاع مزار، صدقوني لقوا بزاف بزاف شباب. أنا الوصفة هذه ما اعتمدتها. القارص هي البنات كي حوست على القارص ما لقيتوش، تما درت غير نص كيلة تاع قارص ودرت لاغوم تاع القارص، درت كترات برك. وكما شفتوني درت الزيت ودرت هنايا بديت في سكر كلاص غير بشويه. هي من الأحسن البنات تخدميه بيدك، هاكا تضمني بلي سكر كلاص تاعك حيذوب كامل ويولي كامل ليكيد، ما تحسوش شغل ما يجيناش محبب فوق الحبه كيما راكم تشوفوا هنايا. هنا البنات واش زدتلو انايا زدتلو ملون ابيض باه الكعكات تاعنا راح يجيو بزاف بيض يجيو شابين. من بعد هنا البنات بديت نقلاصي في الكعكات تاعي بهذه الطريقه كما شفتوني. وانا بعد ما كملت كامل الكعكات تاعي، شوفوا البنات هنا بعد ما جمدوا نحيت لهم كامل هذاك السكر الزايد هذاك السكر هذاك الكلاصاج اللي زايد، درت لهم ملمع ابيض. هنا البنات شوفوا الشكل تاعهم خرج بزاف 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 شباب. وهنا تزيين البنات راح يكون اكيد اختياري على حسب المناسبه اللي حتكون عندكم. انا كما قلت لكم عندي عمره تاع اختي شيخها وعجوزتها راحوا للعمره، ان شاء الله ربي يتقبل منهم عمره مقبوله وربي يحفظهم ان شاء الله. وعلى حسب المناسبه اللي عندكم. انا برك مديتكم الطريقه والوصفه تاع الكعكات بيجوكم ناجحين من اول مره باذن الله، بحيث راح يكون يبقى لكم معسل والعجينه تبقى لكم مطريه واللابا تاع تبقى لكم مطريه اطول مده. نتمنى برك الوصفه تاعنا تاع اليوم تكون عجبتكم، ونتمنى اني نكون فدتكم وان شاء الله كنت خفيفه عليكم. بلا ما نطول عليكم البنات وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبكم الوصفه تاعنا تاع اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وديروا اعجاب للفيديو، والسلام عليكم.